السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل محبي ومتابعي قناة المصري لإثارة الجماعة والسيارات. كتير اتكلمت عن سير الكتينة وعن تأثيره في العربية، وقلت ان هو ليه فترة محددة حتى لو ما عملتش الكيلومتر بتاعي. يعني مش لازما ان انا غيرت سير اصلي المفروض بقت 60 ل70 الف اغير 60 او 70 الف، وتفضل الوقت مثلا معدي 3 سنين معايا. يا جماعة ده كاوتش، السير عبارة عن كاوتش. ومعانا نموذج دلوقتي، ده سير راكب في عربية من شهرين بالظبط، ونشوف التشققات اللي حصلت فيه. طبعا اتسبب معايا في كارثة، لان هنا السنون كمان طارت، عمل معايا كارثة. الكارثة اللي عملها ان يعتبر دخلني في عمرة، والسير راكب من شهرين او 3 شهور. المفروض ان السير دوت مكتوب عليه بوش، يعني المفروض ان هو سير الماني، بس انا لاحظت ان تاريخ الانتاج بتاعه 2018. نزل لي هنا كده، يا رب يكون ظاهر. كده التاريخ ظهر معايا اهو. ألفين وتمنتاشر، ولسه راكب في العربية من شهرين. معنى كده ان انا كلامي اهوت بيتحقق حتى لو الحاجة مش راكبة. يعني انا حتى لو السير مش راكب هو بيتلف. ده كاوتش، والكاوتش لما بيقعد فترة كبيرة بيبوظ حتى لو ما استخدمتوش. ده كان متخزن في مخزن تقريبا، والله اعلم، لان العربية اصلا انا لو كنت لقيته 2018 وانا بركبه ما كنتش هركبه اصلا، فانا ما بحملش حد المسؤولية. ولكن قطع الغيار المتخزنة بتعمل كوارث زيها زي الحاجة البايظة، تبقى جديدة ولكن تاريخ قديم بيخرب معايا الدنيا. يا ريت نخلي بالنا. اجيب سيور اجيبها انتاج جديد، بلاش اشتري حاجة متخزنة. اي كاوتش يا جماعة، اي كاوتش العربية، كوعة مية، سيور، كل الحاجات دي متخزنة لا تصلح للاستخدام. السير اهو زي ما انتم ما شايفين، العربية دخلت في عمرة بسبب الموضوع دوت. كسرت شواكيش وعوجة الاربع صبابات، 4 صبابات الشكمان اتعوجوا خالص. العربية دي لانوس، تمام، والسير ده بتاع لانوس اهو. فياريت اي حد بيشتري السيور بالذات يخلي باله من الانتاج، يكون انتاج جديد. يعني لو سنة مش مشكلة، لكن انتاج جديد. لو حضرتك ما مشيتش الكيلومتر بتاعك بالعربية، معاك 40,000 او 60,000 السيور او 35,000، تغير السير قبل 3 سنين.